الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ركز معايا في هذا الأمر، وهو شروط الأضحية التي إن توافرت في أضحيتك فأضحيتك صحيحة وتجزئ عنك، وإن لم تتوافر هذه الشروط أو أخل بشرط منها في أضحيتك فالأضحية مجرد لحم قدمته لأهلك. فأول شرط لابد وأن يتوفر في هذه الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. يعني إيه؟ تكون من الماعز أو الغنم أو البقر والجاموس أو الجمال، فإن كانت من غير هذا فهي لا تجزئ عنك. 2، أن تكون هذه الأضحية بلغت السن المعتبر. وركز في النقطة دي لأن خطأ كبير، وأنا بقولها كتير، خطأ كبير بيقع فيه الناس بسبب نظام العلف اللي معمول، إن لا مؤاخذة البهيمة أو العجل أو البقرة بيصل إلى حجم كبير جدا في وقت قصير، ويبقى ما وصلش للسن اللي المفروض يسبح عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة كما أخبر العلماء وفقهاؤنا، المسنة هي ما بلغت سنة فأكثر من الماعز، و6 أشهر فأكثر من الضأن الغنم، و2 فأكثر من البقر والجاموس، و5 سنين فأكثر من الجمال أي الإبل. إن كانت أقل من ذلك فهي لا تجزئ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضحى على أقل من ذلك فهو لحم قدمه إلى أهله. واللي يقول لك العبرة باللحم، قول له: طب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نوديه فين؟ إجماع الأئمة الأربعة نوديه فين؟ أنا مش هركن حديث النبي وإجماع العلماء الأول الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وسمعوا عنهم، واحنا نيجي نتكلم في علماء هؤلاء اليومين دول. طيب، العنصر الثالث: ألا يتعلق بها حق آدمي. يعني ما تكونش الأضحية دي مثلا مرهونة لأحد الناس، حد له عندك فلوس وانت رهنت الأضحية ديت جزاء هذا المال أو الشيء اللي يترد لصاحبه. إذا جاء زمن الأضحية والأضحية في الرهن فهي لا تجزئك إن ضحيت عليها. 4، أن تذبح في وقتها الشرعي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث الشريف: إن أول ما نبدأ به الصلاة ثم نرجع فننحر. فبتروح تصلي وبعد كده بتيجي تبدأ بقى وقت الأضحية لمدة أيام التشريق الثلاثة. وكانت امرأة قد ذبحت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل أبو بردة ذبح في وقت أيام النبي صلى الله عليه وسلم في قبل صلاة العيد، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تجزئه، فقال له: يا رسول الله عندي جزعة. قال: اذبحها وتجزئ عنك وعن أهل بيتك. إذا الذبح قبل الصلاة أو ليلة العيد عشان الجزار مش فاضي أو الكلام ده، هذا الكلام غير صحيح تماما. لابد أن يبدأ الذبح من بعد أو من القدوم بعد صلاة العيد، وكل أيام التشريق كلها ذبح. 6، أن تكون هذه الأضحية خالية من العيوب، والعيوب الواضحة المذكورة في الحديث التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 4 عيوب واضحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في 4 لا يجزئن من الأضاحي، وهي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. تبقى لو كانت هذه الأضحية عرجاء، تعرف منين؟ إن أنا دلوقتي جايب قطيع مثلا من الغنم أو من البقر، إذا كانت الأضحية دي اللي أنا جايبها بسبب العرج اللي فيها لا تستطيع مسايرة إنها تمشي مع القطيع، بتتأخر عنهم، فهذه لا تجزئ. هذا ما أخبر به الفقهاء في العرجاء. والمريضة البين مرضها، واضح فيها المرض ظاهر عليها إنها ما ينفعش تضحى عليها، أو المرض اللي فيها ممكن يضر بالبني آدمين، أو المرض اللي فيها مخليها هزيلة ما تنفعش. والعجفاء التي لا تنقي، اللي هي هزيلة لدرجة غير طبيعية. واحد يقول لك: يا عم هات ونسي اللحم. لا، ما تبقاش زي ما بيقولوا كده بالمثل البلدي لحمة على عظم. لابد أن تكون بها لحم ظاهر وواضح على جسدها، ما تكونش مجرد عظم. ده بالنسبة للشروط الواجب توافرها في الأضحية، لابد أن تحافظ على ذلك حتى تكون أضحيتك تجزئك، ما تبقاش تعبت وصرفت على الفاضي. طب أنت مش قادر،
مفيش مشكلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأضحية سنة لمن استطاع فعلها وله أجر عظيم، ومن لم يستطع فليس عليه وزر.